السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة صابر من قناتي اميرة في مطبخي. النهاردة معانا طريقة عمل القطايف. روايح رمضان هلت وعايزين بقى نملى الفريزر بتاعنا حاجات رمضان واملي بيتك خير ووفري الفلوس بتاعتك. وايه هنعمل معانا احلى وصفة النهاردة، وصفة القطايف. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ومعانا هنا المكونات. هنا معلقتين سكر ومعلقة خميرة ونص معلقة بيكنج باودر وذرة بيكربونات الصوديوم، ربع معلقة أو أقل من ربع معلقة. هنا معانا نص كوب دقيق سميد، دقيق البسبوسة اللي احنا كلنا عارفينه، وكوبايتين دقيق وكوبايتين مية. المية دي دافية عشان احنا هنخلي العجينة بتاعتنا تخمر، فاحنا محتاجينها دافية واحنا في الجو ساقعة برد يعني. هننزل الاول بكوبايتين المية، كوباية ونص مية دافية، وهنسيب النص التاني هننزل فيه بعد كده. هننزل عليهم بالخميرة بس والسكر، هنسيب بيكربونات الصوديوم ونص معلقة البيكنج باودر هنسيبهم عليهم وقت هيتحطوا فيه. امشي معايا بالمقادير صح وامشي ورايا علشان العجينة ما تبوظش منك، وهتبقى معاكي حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة بجد حلو. دي كوباية الدقيق التانية، واحنا مشغلين الخلاط معانا. كل المقادير دي في قلب الخلاط، هتضربها في قلب الخلاط ولا مضرب ولا عجان. احنا عايزين بس اكتر مش اكتر من الخلاط، واكيد الخلاط ده موجود في كل بيت، ايه متوفر وموجود في كل بيت. هنا كنا احنا هننزل بقى باول كوباية دقيق، وهنشغل نحط الكوباية التانية، وهنشغل الخلاط ونشوف بقى هيحتاج مننا مية ولا لا، لان كل دقيق وعن دقيق بيفرق يعني. حسب نوع الدقيق بياخد قد ايه مية. ممكن دقيق ما ياخدش منك مية كتير، ودقيق ياخد منك مية زيادة. هنا انا كنت نزلت بالدقيق وكان الخلاط ما كانش راضي يشتغل معايا شوية، فايه جبت معلقة كده وقعدت اخلط المكونات كويس، وهنزل بالنص كوباية تانية. والوصفة دي اكتفت بمية كوبايتين ونص، يعني زودت نص كوباية يعني اللي انا شايفاكم وهتيجي معاكم في الفيديو وانا بحطها في الخلاط. ده لسه النص كوباية اللي باقي من الكوبايتين، وهنجيب عليهم كمان نص كوباية. تمام كده، يعني وصفتنا النهاردة احتاجت مننا كوبايتين ونص مية دافية. والمقادير هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول. هنا احنا نزلنا بالنص كوباية، ولسه الخليط بتاعي ما هوش عامل قوي، يعني احنا بنضربهم بقلبه هو هنضوها كده. احنا بدأنا الخليط اهو كده. كنت انا حطيت النص كوباية التانية. هنضيف بقى معانا اخر حاجة خالص، هنضيفها بيكربونات الصوديوم ونص معلقة بيكنج باودر. البيكربونات الصوديوم قد ايه؟ ذرة ما بين ايدك، اكنك بتحطي رشة ملح، يعني حاجة كده ما تذكرش. هنخلط المكونات كويس قوي. انا ما حبيتش ان انا افصل معاكم الفيديو عشان تشوفوا انا بعمل ايه. هنا كانت ده تماسك الخليط بتاعي. احنا عايزين قوام الخليط بتاعي يبقى كده، ما هوش متماسك قوي، خفيف في حبة يعني، مش عايزينه متماسك، يعني احنا عايزينه بنفس القوام ده. هنسيبها بقى تختمر 10 دقايق، هنغطي عليها وهنسيبها 10 دقايق لحد ما تختمر. هنا كان الخليط بتاعي اختمر، وهنحط طاسة على النار، طاسة تيفال، طاسة سيراميك، طاسة جرانيت. المهم اهم حاجة ما تكونش حاجة طاسة ألمونيا، عشان القطايف بتاعتنا ما تلزقش منك في قلب الطاسة. هنا معايا طاسة او مقلاية. اهم حاجة تجهزي جنب منك طبق وفوطة علشان
عجينة القطايف اللي هتطلع منك على طول هتغطيها علشان تبقى طرية منك وتبقى ملبن وتبقى عجينتك كويسة وناجحة معاكي 100%. هنا احنا حطينا اول واحدة هي. تعرفي منين ان القطايف بتاعتك استوت؟ لما تلاقي العجين اللي على الوش دون اختفى خلاص والقطايف لونها اتغير وزي ما انتوا شايفين في الفيديو واحمرت معانا من تحت اهي. يا دوبك انتي هتولعي الطاسة عادي هتسيبيها لحد ما تسخن كويس قوي على نار عالية وبعد كده نهدي خالص. هنعمل الباقي على نار هادية، يعني انت بتعلي في الاول بس وبعد كده بتهدي النار خالص. هنا زي ما انتوا شايفين قربت لكم الفيديو، هنا بدأ التفاعل معايا البيكربونات والخميرة والبيكنج باودر. زي ما انتوا شايفين العجين بيبدأ يختفي من فوق اهون. اول ما يختفي خالص يبقى كده القطايف بتاعتي السوية بتاعها مظبوط وما عادتش محتاجة نار. هنا اللون بتاعها ذهبي هو عسل زي ما انتوا شايفين قدامكم. هتقوم انت مغطيها على طول علشان تفضل معاكي طرية وملبن وتبقى مظبوطة منه. هنا احنا كنا بنكمل، انا عملت حبة كبار وحبة صغيرين. انت حابة بقى تعملي الحجم الصغير اللي هو العصافير دون عادي، عايزة تعملها كبيرة. الحشو مهلبية، مكسرات، عندك جوز الهند وزبيب، عندك عايزة في ناس تحشيها جبنة، اي حشو انت حابة بقى. ولو وصلت معايا للفيديو هنا تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس وتدعميني وتقولي رأيك في التعليقات. هنا انا كنت خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله عملت لي كمية كبيرة جدا. وفري في الفلوس واعملي حاجة مضمونة بيتي، انتي عارفة مصدرها ومعمولة ازاي. يعني حاجة بجد كده تحفة والله، جربيها وهتدعيلي ان شاء الله. هنا البتاع العجينة بتاعتي ملبن وزي ما انتوا شايفين ناجحة جدا ومظبوطة 100%. وبالذات بقى لما بتيجي تجربيها في البتاع بتبقى حاجة كده بجد تحفة. اللون بتاعها الذهبي في الزيت والشربات حاجة بجد والله. انا جربتها حاجة جميلة، كان نفسي ان انا اصورها معاكم بس ما عرفتش. مرة تانية ان شاء الله. هنا انا كنت عاملة الحجم الصغير والحجم الكبير. عارفة ان انا طولت عليكم في الفيديو ده من اول ما بدأت الفيديو وانا ما بطلتش كلام، بس بجد والله من غير كلام هي وصفة نفسها وشرح نفسها بكل مقاديرها وكل تكتها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتدعموني في القناة وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ويا رب بشرنا رمضان ويكون شهر الخير وسعادة علينا ان شاء الله. هنا اللون بتاعها ذهبي، انا عاملة حبة صغيرين يعتبر في النص صغير ونص كبير. انتي بقى حابة ترمي معاكي كمية كبيرة، انا عملت لي يجي 35 واحد. هنا انا عندك بقى اكياس تلاجة او اطباق اللي هي الفل والاسترتش راب حابة ان انت تخزني منها عادي. انا خزنتها في اللي هي الاطباق وعليها الاسترتش راب. عايزة بقى انت تخزنيها في الاكياس التلاجة، فانت هتضطري ان انت ترصيهم على بعض بس خليك كلها في اتجاه واحد، ما تحطيش واحدة عكس عشان ما تلزقش ببعضها في التخزين. يعني خلي طالما انت حطيتيها على اللون الذهبي يبقى خليكي ماشية على النظام ده. حطيتيها على الجهة البيضة فخليكي برضو ماشية على النظام ده، ما تلخبطهمش كده وتحطهم اي حاجة عشان ما تتبهدلش منك وهتعذبك انت لما هتيجي تطلعيها من التفريغ. هنا بجد كان اللون حاجة بجد تحفة. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها وتكتبولي في التعليقات رأيكم في الفيديو، واتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. هنا هنا كمية كمية كبيرة كبيرة وكمية وكمية صغيرة. صغيرة.
اتمنى بقى يكون الفيديو بتاعي عجبكم واكون عند حسن ظنكم، ولو جربتم الفيديو بتاع النهاردة بالمقادير المظبوطة عايزاكم تكتبولي في التعليقات عن رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.